في أي سوق تروحه في البحرين لازم تحصل بضاعة مقلدة ومبصلية، وطبعا بيكون فرق السعر بينها وبين الأصلية كبير حتى يشجعون الناس على شرائها. أخذنا جولة في بعض أسواق البحرين ولقينا البضاعة المقلدة أشكال وألوان ومنتشرة في كل مكان. الموضوع مو بس شنط وساعات وأدوات مقلدة، المشكلة الأكبر في البضاعة اللي تسبب مشاكل طبية، سواء أدوات مكياج أو حتى عطور مقلدة، ويمكن حتى بعض الأجهزة الكهربائية اللي ممكن تسبب حرائق لا قدر الله. إقبال الناس أحياناً للأسف يشجع التجار يستوردون مثل هالبضايع، لكن السؤال اللي يطرح نفسه شلون دخلت البحرين؟ وهل فرق السعر يسوى أن الواحد يضحي بصحته وسلامته عشانه؟ ولأي درجة هالبضاعة الرخيصة آمنة؟